هو في ايه؟ عمالة تتوبي ما بتاكليش. ايه الحكاية؟ انت مش طايقة تقعدي معايا ولا كنت سهرانة مع مين امبارح؟ وانت سافرت ليه الغردقه؟ هو انا حاسبتك لما سافرت؟ هو ساعتك سألتيني وانا ما جاوبتش؟ انا شايف كده ان انا ما بقتش اهمك في اي حاجة اساسا. ليه؟ هو انا ورايا غيرك؟ سعادة الباشا قضية فرحات اللي سعادتك رحت زرتيه في المستشفى وهو عيان واخدت له بوكيه ورد. شهيرة. هو كنت فاكرة ان في حاجة بتستخبى عليا. ده انا كمال ولسه ليا عصافيري برضه. انت عايزة ترجعي الود القديم مع حبيب القلب العجوز يا شهيرة؟ ها؟ عايزين تعملوا صلح؟ سهرت معاها طبعا لحد الفجر مش كده برضه ولا ايه؟ على فكره يا كمال، انت مختل عقليا. انا زرت ضيف وكان لازم ازوره عشان ما تحسبش من اعدائه، علشان يبقى موقفي سليم لو جد في الامور امور. الصلح طبعا خير، وعشان كده كان لازم سعادته يجي يسهر معاك هنا في قعدة الصلح كده جميلة لحد الفجر. مش كده برضه ولا ايه؟ انا ما سهرتش معاه. امال سهرتي مع مين سعادتك؟ هقول لك سهرت مع مين. سهرت مع وجع عظامي، مع قفلة صدري، مع الصداع اللي قاتلني. انا عيانه وتعبانه وعندي برد. قلت لك انا تعبانه وعندي برد وعايزه انام. تعبانه. شفتي؟ وتفتكري داخل العمارة قعد لي من ساعتين؟ قال يا خبر بفلوس، ما احنا لو سألنا أكيد هنوصل لحاجة. نسأل، مفيش مانع، بس أنا متأكدة برضو من اللي قلت لك عليه. حسبي البدله اللي انا لسه شارياها. ده انت اللي ربكاني وموتراني ومجرياني وراك. حطي لقمه بوقك قبل ما تنزلي امسكي. اي حاجه، مسح زور والسلام. طب بقول لك ايه، السكارف اللي انا اديتها لك عشان تغسليها لي من ساعه ما خدتيها وانا ما لقيتهاش، تعبي بقى وتغطسي وتطلعيها لي عشان انت حيرتيني معاكي. ده انت اللي محيرانا معاكي، امسكي. أول مرة من فترة تنزلي بدري كده الشغل قبل مني أنا. في حاجة يا دودو؟ قررت اغير نشاطي، هبيع لبن. ليك شوق في حاجه؟ ليه بس يا عم بلطجي؟ هو السؤال ده بيضايقك في حاجة؟ بصراحه وبدل ما تعملي فيها سعاده الحكمدار خليك في حالك احسن. ليه بس يا بت؟ هو أنا مش أخوكي ولا إيه؟ ولا هتعيريني مني نص أخ عشان أبوك اسمه حجازي وأبويا اسمه فرغالي؟ ده في حد ذاته يشفع لك عندي، كون ان انت ابن زينب عبد الصمد. الله عليكي، بحيث بقى الأخوة والشفاعة اللي بينا دي بقى أنا عايز أطلب منك حاجة كده يعني بخصوص الموضوع ده. ايه؟ فلوس؟ معيش. خلاص شطبنا بح. لا فلوس إيه ولوس إيه؟ لا لا أنت فهمتيني غلط يا حبيبتي. أنا بس عايزة أطمن عليكي. أنا أخوك يا بت. على السلامة يا دودو. ما قدرتش اكلمها في الفلوس اللي كلمتها عشان المشروع بتاعي يا ماما. المفروض انا كبير وهي الصغيرة. المفروض انا الراجل وهي البت. المفروض انا اشيل الشيله من هيلة ب60 نيلة دي مش هي. مش عارفه اقول لك ايه يا هشام. كان نفسي اكلمها بدالك واشيل الحرج عنك، بس اديك شايف من حقها تتمتع بفلوسها وتشيل قرش بالذنب، وكفايه اللي بتصرفه على البيت يعني. كلي ياما كلي.
ايه يا مامي، مش تخبطي قبل ما تدخلي كده؟ ايه ده يا جميلة؟ مش ده برضو ألبوم من ألبومات بواكي اللي في مكتبه؟ ده بجد؟ والله ده تصدقي ان انا لقيته هنا؟ غريبة. مش ده عاصم ابن رشيدة هانم وهو صغير؟ ايه اللي مطلع الصور دي من الألبوم؟ لا، ده انا قلت احطهم في ألبوم جديد شيك كده بدل الألبوم المتبهدل ده واكله ديناصور. عشان كده سرقتي الألبوم من أوضة المكتب بقى ولا ايه؟ سرقهم ايه يا مامي؟ انا قلتلك ان انا لقيتهم هنا في اوضتي. بس انا عرفت لك الحوار. يبقى البت راضيه المسطوله حطيتهم هنا بالغلط وهي بتنظف. راضيه اللي مسطوله ولا انت اللي كدابه؟ انا شفتك خارجه من مكتب ابوكي وفي ايدك ده. يعني انا غلطانه يا مامي ان انا عايزه اجدد لكم الالبومات القديمه؟ خلاص اتفضلي، يا رب الفيران تاكله. يس. جلد اصلي تركي. بص الوبر ده لو في الاسكيمو. دولة، انا مش مصدق نفسي، عليا النعمه ما انا مصدق نفسي. عشان تعرف ان انا ما بخافش يا شحتة، واذا كنت فاكر ان انت هتجيلي الشركه قدام الموظفين وتعمل لي والليله، فانا اقدر اجيلك لغايه هنا واعمل لك عوق عشان تعرف ان انا ما بخافش. طب تعالي ادخلي، اطلب لك حاجه ساقعه ولا اقول لك انا عندي برطمان نسكافيه وغلايه، اعمل لك مج نسكافيه اللي بتحبيه، وبقيت انا كمان بحبه على ايدك يا دولت. ما تيجي نضرب مجين زي زمان. شحتة ما تحورش، عشان انت لو فاكر ان موضوع خميس ابو ليلى ده تمسكهولي زله ففوق، عشان انت يا حبيبي اللي ضربته وانت السبب في الغيبوبه اللي هو فيها دلوقتي. انما انا مجني عليا، لان خميس ابو ليلى اتهجم عليا وقطع لي هدومي قبل ما حضرتك تشرفه وتضربه الضربه بتاعه الموت. حبيبي صدقت لما قلت عليكي بغزاله. سبحان الله، عندك شعره. بس انا لا جيت لك الشركه عشان اهلل ولا هيص، انا جاي عشان اشوفك يا دولت. حقي انا ما بشوفكيش يا دولت. وديني يا اخويا وريتك طلعتي البهيه، وبعدين حق ايه يا ابو حق؟ انت لا ليك عندي حق ولا مستحق. شحتة ما تطلعش بلاويك وعقدك عليا، واذا كنت يا سيدي اتجوزتني وانا مش واخده بالي، ابقى طلع لي يا اخويا ورقه المأذون من جيبك. اذا كان على كده انا مستعد اطلع معاك على المأذون دلوقتي، واللي تطلبي ايه، وان شاء الله هاخد لي عزرائيل لو بكذب. حل على النافوخ يا شحتة، عيش حياتك وسيبني في حالي، وخليني دايما افتكرك بالخير، واقول عليك زي ما كنت دايما بقول ان شحتة سيد الرجاله. بلاش تنزل من نظري ويبقى شكلك في عينيا هزق. ولازم تبقى عارف ان احنا كل واحد فينا راح في طريق، يعني خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. بس انا مش هيفرقني عنك غير الموت. يا باشمهندس ينفع تلتعنا ده كله؟ ما ده اسمه كلام. عايز اتكلم معاكي حتى لو كانت اخر مره، ما تقوليش لا. خلاص انا هتكلم واقول لك امتى. عارفه لو سقعتي لي المره دي هيحصل ايه؟ قصر بقى، قلت لك هتصل.